يمة ربنا في بلادنا واتفرج وشوف ضفتين. يا اهلا بيكم. انا المصري معماري شريف ابو زيد، وبتكلم في الموضوع ازاي تبني بيتك باقل تكلفه، اجود خامه، اسرع وقت. الموضوع اللي هتكلم فيه في الفيديو مقارنه سريعه بين الطريقه التقليديه والطريقه اللي احنا بنبني بيها من على الطبيعه، من على الواقع، وحضراتكم اللي هتحكموا. يعني حضراتكم اللي هتقارنوا وتكونوا الفكره. يلا بينا بسرعه كده. هو احنا واقفين دلوقتي قدام مبنى، حالة مثالية لأي حد بيبني بالطريقة التقليدية. المبنى ده معمول خرسانة بالكامل ومعمول طوب أحمر جوه وبره، فحالة مثالية، حالة جميلة للطريقة التقليدية. نبص بصة كده سريعة على يعني تفاصيل الحائط الخارجي، مش هنخش جوه، يعني هنبص بس من بره كده نلاقي الحيطه الخارجيه معموله برضو الطبيعي طوب احمر، معموله نص طوبه. في ناس بيعملوها طوبه، ولانها نص طوبه او طوبه، لان الطوب الاحمر يعني للاسف رديء جدا اليومين دول. الحاله دي حضرتك كده هو خلص تلت المشروع بتاعه، قدامه بقى التلتين اللي هو ايه، لسه الواجهه الفظيعه دي لسه بقى هتتمحر، ولسه هيتعمل لها كرانيش وحلايا، وبعدين تتدهر، وبعدين يخش جوه بقى. لسه هيجيب كهربائي يكسر يشرح الحيطه اللي احنا شايفينها دي من الداخل عشان يحط الكهرباء، وبعد كده يشرحها تاني في الحمامات والمطابخ عشان يحط المواسير الصحي والتغذيه بتاعته. وهي طبعا مرحله مرهقه جدا جدا، انا اشفق على اي حد بيعملها، واحنا بننفذها للاسف، ولكن ده الوضع الحالي. يلا بقى بينا نشوف احنا بنعمل ايه. ادي مبنى احنا بنعمله وبننفذه على الطبيعه، بيت برضو بيتعمل بالطريقه بتاعتنا تقريبا، يعني مساحه زي او اقل اللي احنا كنا بنتفرج عليه. نبص كده مبدئيا نشوف ان احنا عندنا كل الصحي بتاعنا والتغذيه بتاعتنا بتاعت الميه كلها معموله، والحيطه بتطلع. حضرتك الحيطه بتاعتي مع كل طوبه بحطها انا الواجهه بتاعتي بتتم، انا ما عنديش حاجه هعملها بعد كده. هي اللي انا الخامه بتاعتي هي دي اللي بتكون الواجهه بتاعتي. طب بص حضرتك كده، هنا هنلاقي الكهرباء بتاعتنا عاملينها برضو معانا. يعني احنا بنعمل كهربتنا وبنعمل الصح بتاعنا اثناء ما انا طالع، بحيث ان انا ما عنديش حاجه هعملها بعد كده. بص حضرتك بقى سماكه الحائط الخارجي اللي يديك ثقه واطمئنان وانت قاعد جوه. انت معزول تماما جوه عن بره، حراره، ضوضاء، صدمات، اي الدنيا تتقلب بره، انت قاعد جوه معزول ومطمن تماما، لان حيطه زي دي تديك ثقه تماما في بيتك، واللي احنا عشان كده بنقول 5 اضعاف و10 اضعاف كمان العماره التقليديه. الحقيقه انا يعني انا بعمل مقارنه السريعه دي، وحابب ان الحكم هيبقوا ليك ومش ليا. يعني انا حابب ان انا ابقى وانا بتكلم انا ما بقولش رايي، انا بعمل مقارنه حضراتكم اللي هتحكموا فيها. منتظركم ان شاء الله في الفيديو الجاي، هتكلم على حاجات تانية خاصه بالشغل بتاعنا. مع السلامه واستنونا.